السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهاردة هنشرح قاعدة مهمة جدا جدا، وان هي قاعدة هاو ماتش، ولكن احنا هنشرحها بطريقة تانية ومختلفة خالص. خدناها قبل كده بطريقة في الدرس اللي فات، والدرس ده هنشرحها بطريقة تانية مختلفة خالص. خلي بالك ان المنهج ده مليان قواعد جرامر كتير جدا. فالنهارده هنشرح قاعدة how much وازاي نرد عليها، وكمان هناخد ان احنا نفرق ازاي اقول ان انا عايز حاجة بس لو خدتها مش هموت، وان انا محتاج حاجات في حياتي ومن غيرها ما ينفعش ان انا اعيش وهموت. بس طبعا هنبدأ الاول كالعادة بالفوكابلري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ معاكم ميس لميا من على قناة لمياء شلتوت. والنهارده شغالين من كتاب ايه؟ المعاصر. منهج ايه؟ منهج كونكت. هناخد الدرس السادس lesson 6، والكلمات فيه لذيذة جدا وحلوة خالص. اول حاجة بنتكلم فيها عن close. اياك تقول كلمة closes. هنا كلمة close بننطقها على بعضها close. close. طيب يا ميس دي في هنا بقى close this، لا هي على بعضها اسمها close، يبقى الملابس اسمها clothes. طب ايه الكلمة دي؟ store. store. وطبعا حرف الاي في الاخر لا ينطق. clothes الملابس، store المتجر او اللي هو يعني محل اللبس، المحل بتاع الملابس اسمه clothes store. محل الورد اسمه ايه؟ اتفقنا ان الاو والدبليو بننطقهم او. مين عارف بقى يقول معايا؟ يبقى flower shop. نيجي هنا نبدأ بقى بالكلوز الملابس. اول حاجة الجاكيت اسمه ايه؟ جاكيت هي جاكيت، ولكن حرف الجي هنا هنطقه ج كأن في حرف الدي معاه. جاكيت. الحذاء بسميه ايه؟ الاس اتش منطقة فيبقى شوز. الجيبة اسمها سكيرت. من فضلك يعني ايه؟ بليز. حرف الاس انطقه الز ساوند. بليز. هنيجي عند الكلمات الخاصة بالفلاور، بالورود. باقة الورد اللي هي البوكيه بتاع الورد اسمه ايه؟ اسمه بونش. النبات اسمه بلانت. الصبار اسمه كاكتس. كاكتس. زهور صفراء. طب اصفر يعني ايه؟ يلو. والوردة اسمها flower. يلو فلاور. دي كانت الفوكابلري او الكلمات اللي قايمة على الدرس السادس. هنبدأ دلوقتي ندخل على القواعد. اتفقنا النهاردة ان القاعدة هتكون اسمها how، والاو والدبليو بننطقها او. how ما عشان دي بننطقها much. how much. ومعاها الار، واحنا عارفين ان ار دي للجمع، يبقى هيجي وراها حاجة جمع. هنا بنقول how much. اتفقنا ان هي معناها بتسأل عن التمن، كم ثمن، بكام بالبلدي كده بكام. بقينا نقول how much are بكام. are ايه بقى؟ are يبقى هيسأل عن حاجات كتير. skirt الجيبة، وكمان and يعني shoes الحذاء. وفي الاخر طبعا اني هطلب بطريقة محترمة او هسأل بطريقة مؤدبة، يبقى هقول please من فضلك. هيبدأ يرد عليا هو الإجابة، فبيقول لي سعر الحاجة اللي أنا سألته عليها، فهيقول لي that's 72 pounds. قلنا pounds يعني جنيه، 72 pounds ب72 جنيه. تاني هنا بيديني تاني حاجة، واللي هي لما أكون عايز حاجة بس لو ما خدتهاش مش هموت. لما أقول أنا أريد يعني إيه؟ يعني بصي بقى كده، الدبليو لما بيجي وراها بتخليها غصب عنها تقول او، تقعد تضربها تقول لها قولي او لحد ما نقول واو. مش هقول خلي بالها، هقول واو. يبقى واو هعمل فيها حرف الاو كده،
want I want يعني أنا أريد عايز حاجة. فالولد ده بيقول I want أنا عايز a cactus زهرة صبار and وكمان عايز yellow flowers ورود صفرة please من فضلك. فقال له السعر بتاعها، قال له that's هي الحاجات اللي طلبتها دي 100 pounds ب100 جنيه. يبقى أخدنا how much ازاي أسأل بيها، وأخدنا تاني حاجة قاعدة I want أنا أريد. هنيجي هنا بقى activity هتلون فيها، تكتب الرقم الموجود على النقط، سهلة جدا وحلوة خالص، سهلة. بعد كده هنا عندي ايه بقى، ايه بعد نفس الدرس بناخد كلمات تانية vocabulary تانية. كلمة يستخدم يعني، بص بقى كده عايزة اعلمك حاجة، بص هنا us دي اسمها us، اسمها ايه us يعني احنا كلنا، حاجة بتاعتنا كلنا، يبقى us. خد بقى كلمة us وحط عليها في الاخر اي، الاي ما بننطقهاش في الاخر، بس بتساعد صاحبتها اللي قبلها المتحركة او الفاول اللي معاها ان هو يقول اسمه. فهقول اسم الحرف، فهقول يو مش صوته، هقول هنا قلت الصوت لكن هنا هقول اسمه، فهقول يو. وكمان الاس هنا هتتغير فهتبقى الزد، فهتبقى يوز. يبقى انا هعمل فوق حرف الاس حرف الز، يوز يستخدم يعني ايه يوز. واحد يقول لي قص بقى، يستخدم يعني ايه يوز. يشتري يعني ايه باي يشتري يعني ايه باي. كلمة عالم يعني ايه وورلد عالم وورلد. مصر اسمها ايه ايجيبت. الناس اسمهم ايه people هتقولي بيبل ماشي كده people. طيب لازم اخد كلمة مفيد وبعد كده اقول غير مفيد. طيب كلمة مفيد اسمها ايه يو، قلنا ايه بقى الاي تخلي صاحبتها المتحركة تقول اسمها، يبقى يو اسمها useful هقسمها useful. طب انا عايزه اقول بقى غير مفيد، احط قبليها كلمة not، يبقى not useful. عندي كلمات تانية واللي هي ايه بقى بتفرق بين الاحتياج اللي احنا اتفقنا عليه من شوية ان انا مش هقدر اعيش من غير الحاجة، او ان انا عايزها وممكن عادي لو ما خدتهاش عادي. طب الاحتياج يعني ايه، يحتاج لحاجة بطريقة قصوى وما يقدرش يعيش من غيرها. الدولة ايه بدها ايه، يبقى need اسمها ايه اسمها ايه تاني need. فانا I need ايه I need food، طبعا الاكل الطعام من غيره اموت. كمان I need how القهوة اهي house والاي ما منطقهاش، طبعا I need house الانسان محتاج house عشان يعيش فيه. يبقى حاجتين اتنين محتاجهم، يا اما food طعام يا اما house. وفي حاجة تالتة هو مش كاتبها واللي هي clothes، انا محتاجة clothes. ينفع امشي عريانة في الشارع؟ لا طبعا من غير هدوم، يبقى I need clothes. طب ايه بقى الحاجات اللي انا عايزها بس مش هموت لو ما خدتهاش يعني. قلنا الدبليو تقولي الأ قولي او، يبقى want. طيب ألعاب زي toys. حلويات sweets. يبقى الحاجات دي want، لكن الحاجات الضرورية هي need. دي كانت الكلمات اللي موجودة معانا كمان في الدرس السادس. نروح بعد كده عند الاكتيفيتي، الأنشطة. حلوة قوي، عجباني المرة دي جدا الدرس ده. تعال نقرأها كده. In Egypt في مصر the pound الجنيه is يكون قلنا our
money is our money. الفلوس بتاعتنا. الباوند الجنيه. العملة بتاعتنا اسمها باوند جنيه. or أو بنسميها كعملة يعني ايه currency currency. خد بالك حرف السي بنطقه س لما يجي وراه y بنطقه س. هنا يجي وراه واي فهقول سي currency. احنا use بنستخدم money الفلوس to buy عشان نشتري. التي والاتش بننطقهم things أشياء. احنا need محتاجين قلنا ايه food clothes house. we want احنا عايزين لسه قايلين من شوية sweets and toys. بعد كده بيقول لي money الفلوس is تكون very يعني جدا. useful قلنا مفيد. الموني الفلوس very useful مفيدة جدا لأن كلمة very يعني جدا. في our world العالم بتاعنا عالمنا عشان قالك our world. بعد كده عندي writing corner كلمة bunch cactus flower shop plant النبات currency العملة والفلوس useful مفيد. كلمة not useful غير مفيد. sweets الحلويات need يحتاج. كلمات حلوة جدا ودرس تحفة. درس السادس ده. عندي الاكتيفيتيز بقى اعمل دايرة على الكلمة الصح اعمل صح على الجملة اللي هي زي الصورة. هنا بوصل وهنا بكتب الكلمة اللي بتعبر عن الصورة. وبعد كده بعمل البانكتويشن علامات الترقيم اكبر اول حرف واحط في الاخر نقطة او question mark. وبكده نكون خلصنا الدرس السادس وقابلكم بقى الحصة الجاية او الفيديو الجاي في الدرس السابع. باي.